في إحدى الحلبات الفاخرة اجتمع الجمهور من كل مكان ليشهدوا سباقا ناريا بين ابن رونالدو وابن ميسي. الكل متحمس، الأضواء مشتعلة، والمذيع يصرخ: استعدوا لأسرع سباق في التاريخ. ينطلق العد التنازلي. 3 2 1 انطلاق. ابن رونالدو يقود سيارته بثقة. سأثبت أن السرعة في جيناتنا يا أبي. بينما ابن ميسي يضحك: المهم ليس السرعة بل المهارة يا صديقي. لكن فجأة يظهر اللاعب غير العادل. إنه الكلب الصغير لابن رونالدو، جالس في المقعد الخلفي، يضغط بزر سري يحول السيارة إلى توربو صاروخي. الجمهور مذهول: واو، السيارة تطير فوق المضمار. ابن ميسي يصرخ وهو يحاول اللحاق: هاي، هذا غش، حتى أبي لم يستخدم سوبر باورز ضد رونالدو. وفي النهاية يصل ابن رونالدو أولا، لكن الحكام يقررون الفائز الحقيقي هو الكلب. الجميع يضحك، وابن ميسي يربت على الكلب قائلا: أنت أسرع من بابا نفسه.